مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. تسجيل هطول جيد للأمطار في إقليم الكاشبركة. عروض تنويرية في أجنحة الأقاليم بمهرجان إريتريا. إقليم الكاشبركة يستعرض الثروات الثقافية والتقدم في البرامج التنموية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات إثر نشوب حريق بمحطة زاباروجيا النووية. كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات سنوية لمواجهة تهديدات بيونغيانغ. وأوامر بإخلاء مناطق قرب أثينا بسبب حرائق الغابات. السلام عليكم ورحمة الله. أوضح مسؤول وحدة تنمية البذور بمكتب وزارة الزراعة بإقليم الكاشبركة السيد نجاسي هبتن ميكائيل بأن أنشطة الحراثة لموسم الخريف هذا العام تمت بنجاح من شهر يونيو الماضي، ومباشرة المزارعين للحراثة دون انتظار الجرارات التي قدمتها لاحقا مؤسسة الغلال والمواشي في معظم المديريات. غير أن قلة هطول الأمطار أخر عملية الحراثة في مديريات سلعة وكركبة ودقة وأوردات. وأوضح السيد نجاسي أنه قد خطط لحراثة 287,294 هكتارا في صيف هذا العام، وقد تمت حراثة 93% من المزارع، مشيرا إلى زراعة 74% من المزارع بالذرة و18% بالبذور الزيتية، كما تمت زراعة المتبقي من المزارع بالحبوب المختلفة. وأشار إلى تسجيل مستويات متدنية من الأمطار في الجزء الشمالي للإقليم، فيما سجلت مستويات مرضية لهطول الأمطار في الجزء الجنوبي والأوسط للإقليم، وأن أعداد الجرارات التي وفرتها مؤسسة الغلال والمواشي كانت قليلة مقارنة بالمساحات الزراعية الواسعة وكثرة المزارعين، بالرغم من أنها ساهمت في إنجاز أنشطة الحراثة ومواكبة موسم هطول الأمطار. وأوصى السيد نجاسي في الختام أن لا يسترخي المزارعين وأن يتابعوا مزارعهم من الآفات الزراعية، وأن لا يستعملوا المبيدات الكيميائية، والتشاور الدائم مع المختصين. أفاد ممثلو الأقاليم في مهرجان إريتريا 2024 والذكرى الخمسين لمهرجان بولونيا أفادوا بأن عروض الأقاليم تقدم معلومات ملموسة عن الأوضاع في الأقاليم وثقافاتها وتاريخها والقوميات التي تعيش فيها ومواردها الطبيعية وبرامج التنمية. وقال المشرف على الرقص التراثي والموسيقى التقليدية في الإقليم الأوسط إن الأقاليم تقدم محتوى عن الموروثات الثقافية بطريقة مدروسة وإبداعية لنقل القيم الثقافية والتراث إلى الجيل القادم. وقال إن روح المنافسة الإقليمية تتجاوز التصنيف لتقديم محتوى مناسب للجماهير وعكس الشعار المختار. وأفاد مقدمو الآراء من الإقليمين الجنوبي والأوسط إلى أن الأقاليم تجري الاستعدادات المسبقة لتقديم محتوى مميز في المهرجان، وأوصوا على تقديم معلومات تفصيلية متكررة عن وقت ومكان العروض لتمكين الزوار من مشاهدة هذه العروض. تشمل عروض الأقاليم الرقص التراثي والموسيقى التقليدية والآلات الموسيقية التقليدية والبيوت التراثية والحياة المعيشية والتراث الشفهي. أفاد رئيس لجنة الاحتفالات بإقليم الكاشبركة السيد إدريس صالح قيام الإقليم بتجهيزات مدروسة لقوميات الكنامة والنارة والتقرة والبداويت، وجهزت محتويات فنية وثقافية لعرض الموارد الثقافية المختلفة في الإقليم، بالإضافة إلى عرض أنشطة التنمية الوطنية المنفذة في الإقليم ونتائجها. وأوضح القيام بتنقيح المحتويات الثقافية خاصة لتوريث الشباب العادات والتقاليد التي تمثل المجتمع. وذكر رئيس لجنة التقاليد الثقافية والمعيشية السيد عبد الله الأمين تيتا ذكر بدوره أن الأقاليم تستعرض تفاصيل التقاليد الثقافية والمعيشية التابعة لقوميات الكنامة والنهر، بالإضافة إلى الأدوات التقليدية المستعملة في القوميتين. ودعا رئيس لجنة المعارض السيد فرانكو كوبابا ورئيس لجنة الرقصات الشعبية السيد أحمد طائر التابعتان للإقليم لزيارة المعارض المقدمة في القسمين التي تبرهن على المشاركة الشعبية الواسعة والفرص الاستثمارية المتوفرة في إقليم الكاشبركة.
تقام أنشطة الحفاظ على التربة والمياه بتعاون الشعب والطلاب وقوات الدفاع في مديريات سجنيتي وعدخالة وصرونة. وافادها مدير مديرية سجنيتي السيد عبد القادر حاج علي بناء 55 ألف متر من المدرجات الحوضية وزراعة 102 ألف شتلة بجانب أنشطة العناية بالأشجار التي زرعت في الأعوام الماضية. وأوضحت مسؤولة مشتى المديرية سجنيتي السيدة مبرهيت قبر مسقل تجهيز 166 ألف شتلة من الأشجار المختلفة التي وزعت منها 102 ألف شتلة في مديرية سجنيتي وأكثر من 19 ألف شتلة في مديرية صنعفة. وأشاد الخبير البيئي والحياة البرية السيد تخلى مريم هيلي أنه قد ساهم 400 طالب في مديرية الدخالة بإقامة 39 ألف متر من القنوات الحوضية و1746 مترا من الحواجز المائية وزراعة 7450 شتلة بعد تجهيز حفر لها بنجاح. وأوضح مسؤول الزراعة في مديرية صارون السيد هبتيش تخلى برهان بدوره أنه قد ساهم شعب المديرية قد ساهم بالإضافة إلى 100 طالب في إنشاء 32 ألف من القنوات الحوضية 720 مترا من الحواجز المائية وزراعة 7200 شتلة. قدم المواطنون المقيمون في مدينة ماينز وفرع جمعية المعاقين بشتوتغارت الألمانية وضواحيها مساعدات عينية بقيمة 98 ألف يورو للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. سلم مسؤول فرع جمعية المعاقين بشتوتغارت وضواحيها السيد حسين خليفة وممثل المواطنين المقيمين بمدينة ماينز الألمانية المساعدات التي تحتوي على مقاعد متحركة وعكازات وأفرشة ودراجات هوائية وغيرها لمسؤول التنظيم والمعلومات في جمعية معاقي الحرب السيد محمد نور إدريس. وأوضحوا في المناسبة أن المساعدات المقدمة مواصلة للمساعدات التي تقدم دائما بجهود المواطنين المهتمين وفروع الجمعية المختلفة مؤكدين دوام المساعدات بصورة أفضل. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. تبادلت موسكو وكييف الاتهامات إثر نشوب حريق في محطة زاباروجيا النووية التي تقع جنوب شرق أوكرانيا وتسيطر عليها القوات الروسية. وقالت الإدارة الروسية للمحطة إن حريقا شب في المنشأة نتيجة هجوم مسيرة أوكرانية وتم إخماده دون تأثير على عمل المحطة. كما أكدت شركة الطاقة النووية الروسية روساتوم إخماد الحريق الرئيسي بالمحطة. وفيه تحدثت إدارة المحطة عن هجوم بمسيرة قال يفغيني باليتسكي الحاكم الروسي لمقاطعة زاباروجيا التي تسيطر عليها القوات الروسية جزئيا. وأعلنت موسكو ضمها مع مناطق أوكرانية أخرى أن المنشأة النووية الأكبر من نوعها في أوروبا تعرضت لقصف مدفعي أوكراني. وأضاف أن القصف أدى إلى نشوب حريق في منشآت أنظمة تبريد المحطة، لكنه أوضح أن جميع وحدات الطاقة الستة للمحطة في وضع الإغلاق البارد ولا يوجد انفجار أو أي تهديد آخر. مؤكدا أيضا أن الوضع الإشعاعي بالمحطة وفي مدينة إنهودار طبيعي. وبحسب المصادر الروسية فإن حريقا اندلع في أحد أبراج التبريد في المنشأة النووية قبل أن يتم السيطرة عليه. قال مسؤولون إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستبدأان تدريبات عسكرية صيفية سنوية الأسبوع المقبل لتعزيز قدراتهما على مواجهة التهديدات الصاروخية والإلكترونية لكوريا الشمالية وفق ما أوردته وكالة رويترز. تأتي المناورات المقررة في الفترة من 19 إلى 29 من أغسطس الجاري في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية تطوير برامجها النووية والصاروخية وتحاول إطلاق أقمار صناعية استطلاعية وتجسسية. وقال جيشا البلدين في بيان إن التدريبات ستحاكي تهديدات واقعية في جميع المجالات بما في ذلك تهديدات الصواريخ الكورية الشمالية بل التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي GPS والهجمات الإلكترونية وغيرها من الدروس المستفادة من وقائع حدثت مؤخرا. وتندد بيونغ يانغ طوال الوقت بما تقوم به الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتقول إنه يؤجج التوتر. ووصفت التدريبات العسكرية بأنها من أجل حرب نووية. وتقول سيول وواشنطن إن التدريبات دفاعية فحسب في مقابل تهديدات كوريا الشمالية.
أمرت السلطات اليونانية بإخلاء مناطق قرب أثينا بسبب حرائق الغابات شمال شرقي العاصمة اليونانية. وانتشرت رائحة الدخان والسخام في أثينا حيث أظلمت السماء عقب اندلاع حريق الغابات على بعد حوالي 35 كيلومترا من أثينا، رغم محاولات إطفاء الحرائق التي يشارك فيها أكثر من 250 رجل إطفاء و67 عربة إطفاء و12 طائرة و6 مروحيات في محاولة إخماد الحريق. وقال الكولونيل فاسيليوس المتحدث باسم إدارة الإطفاء إن النيران تتحرك بسرعة نحو بحيرة ماراثون، وهي خزان مهم يزود أثينا بالمياه. وتضرر عدد غير معروف من المنازل وفقا للأسوشيتد بريس. وتلقى سكان القرى القريبة تحذيرات بشأن الحريق من خلال رسائل نصية طارئة لإخلاء منازلهم. أطلقت الصين أكبر طائراتها المسيرة للشحن حتى الآن والمصممة للاستخدام المدني وسط تكثيف أكبر صانعة للطائرات المسيرة في العالم الرحلات التجريبية لمركبات جوية ذاتية القيادة يمكن أن تنقل في نهاية المطاف كل شيء، بداية من الوجبات الجاهزة وحتى البشر. وقالت وسائل إعلام رسمية أن الطائرة ذات المحركين انطلقت بحمولة يبلغ وزنها طنين في رحلة مدتها نحو 20 دقيقة في إقليم سيشوان بجنوب غربي الصين. وتختبر شركات تصنيع الطائرات المسيرة المدنية في الصين حمولات أكبر مع سعي الحكومة إلى بناء ما يعرف باقتصاد الطيران منخفض الارتفاع، إذ تتوقع السلطات تنظيم الطيران أن تبلغ قيمة القطاع نحو 279 مليار دولار بحلول عام 2030 ليصل إلى 4 أمثال القيمة التي كان عليها في عام 2023. في ختام هذه النشرة فيما يلي تذكير بالعناوين. تسجيل هطول جيد للأمطار في إقليم الكاشبركة. حروب تنويرية في أجنحة الأقاليم في مواجهة إريتريا. إقليم الكاشبركة يستعرض الثروات الثقافية والتقدم في البرامج التنموية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات إثر نشوب حريق بمحطة زابوروجيا النووية. كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات سنوية لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ. وأوامر بإخلاء مناطق قرب أثينا بسبب حرائق الغابات. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.